ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. ساديو ماني فعل وسجل كرة في الشباك. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. هذه هي البداية التي كان يريدها، بداية قوية تعبر عن حجمه كلاعب، تؤكد قيمته، تؤكد أيضا أنه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق بأكمله. تمام، فان دايك يتسبب في احتساب المخالفة. البينية حلوة الآن فرصتهم للمرتدة، توغلوا فاتنان، تمريرة بدون تركيز. يخاط، راحت الكرة، هذه فرصة والكرة في المرمى تشعل الأجواء. روعة روعة روعة، حماس كبير في المدرجات، فرح كبير لدى المشجعين. دقائق أولى مجنونة، أصبحت 2-0. هو صاحب آخر لمسة ومن حقه الاحتفال حتى لو غيرت الكرة من مسارها. الآن النتيجة 2-0. من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين. الآن ممكن يسجل، يبعدها عن مناطق الخطورة. تسديدة، محاولة جيدة لكن التنفيذ لم يكن بالمستوى المطلوب. كان هناك عنصر مفاجأة هنا في هذه الكرة لم يكن يتوقع أحد. الآن باتجاه اليمين. النصر دخل المباراة بقوة، تمكن من التقدم بهدفين حتى الآن. تشتيت الآن، يستعيد الكرة بسرعة، لمسة بينية، عدت الكرة، يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. كوكسو، النصر يضرب بقوة في هذه اللحظات، ينجح في تسجيل هدفين بشكل سريع. 2-0، تقدم مريح. فاندرفارت ممتاز في التمرير. النصر وإمكانية الهجمة المرتدة. كيليان امبابي يبعد الخطورة هنا، تلعب للأمام. تدخل جميل واعتراض أجمل. أفقد الخصم التركيز، التوازن. بينية رائعة، كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. بايرن ميونخ لديهم فرصة من الكورنر الآن. الركنية الأولى في المباراة. النصر ممكن يستغل هذه الفرصة. هذه هي كرة القدم، يتدخل ويقطع الكرة، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. والبينية تبحث عن المنطلق، لم يكن هناك مجال لعبور الكرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. مارادونا، تغيير الملعب ناحية اليمين.
قراءة ممتازة للكرة، توقع ممتاز هنا. يلعبها طويلة، يلعبها لمنطقة الخطر، موجود هنا لقطع الكرة، يبعدونها. دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية. اختراق الدفاع هنا يتطلب مجهود أكبر، ذكاء أكبر أيضا. تمريرة جميلة الآن، كان ممكن التعامل مع الكرة بشكل أفضل. الآن التماس أنهى الهجوم المرتد. أليساندرو كوستا كورتا، كيليان امبابي، هل تمر الكرة في الوقت المناسب؟ يتدخل، الكرة ملعوبة من مسافة. ساديو ماني، لعبة جميلة لكنها لم تستغل. ليست المرة الأولى التي يهدر فيها فرصة بهذه السهولة أمام المرمى. كيليان امبابي، ميسي في مكان فاضي على الطرف، تجاوز رائع بالكرة، تمريرة خطيرة لكنها بعيدة. كيميتش، أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. تسديدة من بعيد، لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. حصلوا على رمية جانبية في المكان الصحيح، رائع جدا في توقع مسار الكرة. كرة تلعب على اليسار، يا لها من مراوغة. نيمار أخطأ لكنها مرت بسلام. توزيع سيء من حارس المرمى، يلعبها على اليمين، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه أليساندرو كوستا كورتا، يبعد الكرة، يسدد الكرة. باستوني، لعبة سيئة، تقطع الكرة الآن، يلعبها في المساحة. تمركز أهم صفة للمدافع، توقع ممتاز هنا، يلعب كرة بينية. اقتربت صافرة نهاية الشوط الأول، أكيد هناك محاولات الخروج بأفضل نتيجة ممكنة من كل طرف. ساديو ماني، تصدي جميل مميز من حارس المرمى، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. فرصة الآن، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، لقطة غير عادية وتصدي رائع جدا من الحارس. ركنية هي الثالثة اليوم. بمبدأ الأمان يبعد الكرة، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. الآن فرصة لهجوم معاكس، تحول سريع في الملعب. باريوس يحاول تمريرها من بين المدافعين، ليس متسللا هنا، والفرصة والهدف يأتي. هذه هي الإثارة، هذه هي المتعة، هذه كرة القدم وروعتها. هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. هرنانديز يحاول إبعاد الكرة وترجع الكرة إلى الحارس.
يونغ مين سون. يمر يلعب كرة بينية. كيميتش، ولا الكرة تتحول الجانب الأيمن. عند المساحة الخالية على الطرف. يا إلهي على الارتقاء. يشتت الكرة بعيدا، يبحث عن المهاجم. رائعة التمريرة. ياسين بونو يشتت الكرة بعيدا، يحاول أن يلعب كرة بينية. يا لها من موهبة، هذه لعبة خطيرة. ليونيل ميسي، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي. وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. بعد شوط أول الإثارة حاضرة هنا بقوة. 2-1 تخلي الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات في الشوط الثاني. النصر نجح في الخروج من الشوط الأول متقدما في النتيجة 2-1. Substitution on the field, number 20, Mbappe. Coming on the field is number 9. Substitution in progress. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. عند مساحة خالية على الطرف، وجد طريقة نيمار قطع مسافة كبيرة جدا بالكرة لوحده. مجهود غير عادي ونجم بإمكانيات هائلة. انطلاقة كانت مميزة جدا بالكرة، في النهاية لم يقدر على وضعها في الشباك. نيمار، كرة بعيدة عن المرمى. باستوني يتدخل في الوقت المناسب. النصر بتشكيلة مختلفة في الشوط الثاني عن الشوط الأول. تمريرة جميلة، كرة جول. الله على ضربة في المرمى. مستحيل هذا السيناريو، مستحيل هذه الإثارة. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب منه. هدفه بصراحة ساهم فيه الخصم بنسبة كبيرة جدا، اللي ترك مساحات، ترك شوارع في الملعب، لكن المهم أنهم بعد ذلك عرفوا كيف يستغلون هذه المساحات ويسجلوا. والتقدم الآن بفارق هدفين. هدف بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة للخصم.
يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. والآن فرصة للتحول الهجوم، هل ينجح في المرور؟ يقطع الكرة باريوس، ساديو ماني، روبرتو كارلوس، اعترض التمريرة بيلينغهام. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. تمريرة بدون عنوان. كيميتش عليه رقابة كبيرة في مباراة اليوم ويعاني للتخلص منها. بينية جميلة، لعبة رائعة الآن. يلا جول. تحرك جميل لكن التسديدة لم تكن بالدقة المطلوبة. قام بعمل رائع في التحضير من أجل التسديدة لكن في النهاية لم ينجح في وضعها في الشباك، كان يحتاج إلى دقة أكبر. تمريرة كانت سيئة للأمانة. يلعبها في المساحة، تحكم رائع في الكرة، استعادة سريعة للكرة. هل تمر الكرة؟ يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. الكلمة الأخيرة هنا كانت للدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. تأخر كثيرا جدا في اتخاذ القرار، بالتالي فقد الكرة وضاعت الهجمة. عليه أن يتحمل غضب الجميع. إلى أين هذه التمريرة؟ في مكان رائع، لعبة جميلة هنا. عدى وتوغل هنا، تسديدة من أول لمسة. يقظة في الدفاع والبينية تبحث عن المنطلق. هذه فرصة جول. يا إلهي، الحارس يخطف الأبواب بتصدي حاسم جدا في هذه اللقطة.